شليها نصيحة من مجربة، حافظي على زوجك، احتويه، كوني لها الأم، كوني لها الأخت، كوني لها الصاحبة. ماشي هم عيشلوه يصير ياكل تفاح وانتي عايز ترمي الجحاف، يعجبها التفاح. أهلا بكم في فيديو ترند، نبحث عن أهم الفيديوهات التي تداولها اليمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي. سمية العاضي يوتيوبر وتيك توكر يمنية تقوم بنشر فيديوهات اجتماعية على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي. وقعت سمية العاضي وتحولت إلى ترند على كافة المستويات، سواء على المستوى اليمني أو العربي، حيث أقدمت سمية على قتل زوجة عاقل حارتها حارة السلام بشملان، حيث يعني تداول اليمنيون العديد من الروايات عن قصة مقتل زوجة عاقل حارة السلام على يد سمية العاضي. القصة يعني تضاربت لدى اليمنيين، لكن الحقيقة تقول أن سمية تعرضت للابتزاز والتحرش وغيرها والاستغلال من قبل عاقل الحارة، فقامت وتحدثت في فيديو تم حذفه لاحقا لكن سننشر بعضا منه، وهي تؤكد الاستغلال الحوثي لعائلات قتلاهم. دعونا نتابع هذا الفيديو ثم نعود لرصد ما كتبه اليمنيون عن سمية العاضي. موضوع حلقتنا لهذا اليوم يا جماعة الخير موضوع حاسم وخطير، وما حد يتكلم عنه، وما حد أساسا ساطي أو عندها الشجاعة إنه يتكلم عنه. أنا داري إن أنتوا هتتفاجئوا، أنا داري إن أنتوا تفاجأتوا من العنوان حق الحلقة، لكن إحنا هنشرح لكم واحد من النماذج الحقيرة والتافهة والنذلة وعديمة الشرف والأخلاق في بلادنا، قصة عاقل هذا الحارة الذي هو بطل حلقتنا لهذا اليوم. المهم، بطلة قصتنا زوجة شهيد، هذا بطلة القصة وتبدأ الحكاية من هنا. زوجة شهيد زوجها مات في جبهة الصمود، يعني مات مع رجال الله، صليتوا على النبي، معها 3 جهال. بعد حالها بنت جميلة محترمة داري ما قال الله، ماشية في الصراط المستقيم، عايشة لحالها. مهم سكنت في نطاق تخصص هذا العاقل التافه الفاشل الحقير الذي لا يمت للأخلاق بأي صلة، واضح وضوح الشمس إنه من أتباع إبليس المخلصين. المهم من هنا لهنا العاقل هذا بسرتي زوجة الشهيد طنت في راسه. أول حاجة جاء على أساسه ده عقد الإيجار، ما بش في العمارة كلها ما بش عقد إيجار إلا مع تي زوجة الشهيد. الفاسدين هولي والتافهين ذي جنبهم والباقين هولك ما بش ولا واحد معاهم يعني عقد إيجار. العاقل هذا أبصر زي زوجة الشهيد، يعني مصرة تحافظ على نفسها، مصرة تحافظ على شرفها، مصرة إنها تفعل بينه وبين 1000 حواجز، ما فعل. هنية مربط الفرس، وهنية أرويكم التلاعب الذي بيحصل في بلادنا. هذا الفيديو هو أساس الذي تسبب في أولا اقتحام زوجة عاقل الحارة لمنزلها بصحبة عدد من الزينبيات، ما جعل سمية العاضي تطلق النار بآل كلاشينكوف وأدى إلى مقتل زوجة عاقل الحارة. دعونا نتابع تفاصيل القضية. من هي سمية العاضي وكيف حدثت هذه المشكلة التي تسببت بمقتل زوجة عاقل الحارة وأيضا اعتقالها إلى السجن وإجراء التحقيقات اللازمة معها. أولا من أحمد عبد ربه أبو سريمة قال: ما الذي دفع الناشطة سمية العاضي لقتل زوجة مشرف الحارة أو عاقل الحارة في صنعاء وهي امرأة، رغم أن أفراد أسرتها قتلوا مع الحوثيين؟
قبل أن أسرد ما وصلني من داخل حارة شملان من أحد جيرانها. ما دفع سمية للقتل هو غضب وقهر وندم يشعر به كل من خدعهم الحوثي وأخذ منهم فلذات أكبادهم حيث طبعا أخذهم إلى محارق الموت. يضيف أحمد عبد ربه أبو صريمة يقول: ثم اتضح لهم أن كل دمائهم كانت مجرد سلم لوصول السلاليين إلى السلطة، وأن شعار الوطن وتحرير فلسطين أو إلى آخر كانت مجرد شعارات استقطاب خادعة. إذن فقررت سمية الانتقام لنفسها ومن فقدتهم بأي شكل من الأشكال. العميد محمد عبد الله الكميم أيضا كتب تعليقا على هذه الحادثة قائلا: بعيدا عن جريمة القتل وعن الجاني والمجني عليه، وأن سمية العاضي كانت تدافع عن عرضها وعن نفسها من تهجم زوجة العاقل إلى بيتها، وأن زوجة العاقل معتدى عليها، كل هذه الأمور ستأخذ مجراها القانوني. ولكن ما آلمني وأزعجني وأنا أستمع لمقطع فيديو مدته 15 دقيقة لسمية العاضي التي استعرضنا بعضا منه، كشفت فيه كثيرا ما يجري من ممارسات لا أخلاقية من قبل تلك الميليشيا ومن قياداتها وعناصرها من تحرشات ومؤاذاة لزوجة قتلاهم وبطريقة بشعة تدل على انحطاط وسفاهة هذه القيادات. غمدان القادري أيضا كتب يرصد جانبا من هذه القصة قائلا: نهاية زوجة حوثي عاقل منطقة شملان على يد الإعلامية سمية العاضي في صنعاء شملان، وذلك إثر خلافات وتراشقات منشورات وفيديوهات واتهامات ضد العاقل الحوثي المتحرش ببنات الناس وقضايا تمس الشرف والعرض. واقع مرير تمر به اليمن تحت حكم ميليشيا الحوثي الإيراني الإرهابي. دعونا نتابع هذا الفيديو. فأنا جوابي لكن يا نسوان اليمن إن أنتن ما تفعلين إذا ما بش قانون يحمينا ويحمي عروضنا، وإحنا عرض ومكالف ودقنا وشنب لكل يمني ما نفعل. أقول لك أنا عن نفسي ما أفعل. رصاصة ب300 ريال، مثل المحلاها ب300 ريال، وبندق وعمري وافتحي غير الأمان واسقمي وسلحي نفسش يا بنت اليمن، وقاتلي على روحش وعلى عرضش وعلى شرفش وعلى سمعتش وعلى ممتلكاتش. إذا ما عب الشنب يقاتل. أما في الحساب يسمي نفسه MMB كتب عن سمية العاضي في تغريدة له قائلا: كانت امرأة مليئة بالحياة والطاقة والروح الجميلة، كانت رسائلها واضحة في نشر الوعي عن تضحيات النساء اليمنيات وعن المهن ومعاناتهم في مختلف القضايا، وكانت شجاعة مقدامة كيف حولها أحد الحوثة المتسلطين إلى حالة دفاع عن نفسها وأخذ منها حياتها ومستقبلها. أما نشوان ذو ريدان فأيضا نشر لها فيديو عن نصيحة سمية العاضي قائلا: نصيحة من سمية العاضي زوجة حوثي مقتول في الجبهات، شلوا زوجها للجبهة يأكل تفاح ويرجع المشرف الحوثي الهاشمي يبعسس بعد أسر الزنابيل القتلى في الجبهات. اعقلوا وحافظوا على أهلكم الذين ستتركوهم فرائس سهلة لمشرفي الحوثي. دعونا نتابع هذا الفيديو. حبيبتي، شليها نصيحة من مجربة: حافظي على زوجش، احتويه، كوني لها الأم، كوني لها الأخت، كوني لها الصاحبة. ماشي هم عيشلوه يصير ياكل تفاح وانتي عايز ترمي الجحاف، يعجبها التفاح حق الشهداء وانتي فهميه قرقعي ذكاء.
يبدو أنها كانت تكرس كل فيديوهاتها في التحذير من استغلال الميليشيا الحوثية لعناصر قتلاهم. هنا توضيح من الإعلام اليمني، حساب الإعلام اليمني، توضيح للحادثة بشكل مختصر، قائلا: توضيح وتصحيح قضية الممثلة الدرامية سمية العاضي. الحادثة وقعت أن العاضي اتهمت عاقل الحارة الحوثي بالتحرش والابتزاز، ما أدى إلى مواجهة بين العاضي وزوجته، حيث اقتحمت زوجة الحوثي منزلها بصحبة عدد من الزينبيات للدفاع عن زوجها المبتز والمتحرش، واحتد الأمر ما أجبر سمية على أخذ السلاح وإطلاق النار، وأدى إلى مقتل زوجة القيادي الحوثي المتحرش والمبتز. تم نقل جثمان الضحية إلى المستشفى واعتقال العاضي. مواطنون أيضا أكدوا أن سكان الحي سبق وأن اشتكوا عن هذا العاقل الذي يتهم بالاحتكار للغاز وممارسة الغطرسة والابتزاز والاستغلال. إذن كانت هذه القصة الكاملة عن سمية العاضي.